اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه بالبتنجان حلوه جدا، هي طبعا بتتاكل جنب المشاوي. طب لو انا اخر الشهر وما عنديش بقى مشاوي ولا حاجه، واليومين دول طبعا انتوا عارفين ولا في مشاوي ولا في مقالي حتى، طبعا الحاجات اسعارها غاليه جدا. فممكن اعمله جنب بطاطس محمره، جنب طبق مكرونه. هينفع؟ اه طبعا بينفع. جبت البتنجان بتاعي وغسلته كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت انغزه كده بالشوكة او اشكه كده بالشوكة علشان خاطر يستوي من جوه البتنجان من قلبه جوه. كانت البتنجانية دي جامدة شوية بس على مين. وهروح احطه على الشواية علشان اشويه على الصاجة كده، وهنشوي البتنجان بتاعنا بقى كده. اللهم بارك، صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبتدي ان انا اقشر البتنجان بتاعي، هيتقشر معاكي بكل سهولة كده زي ما انت شايفة. القشرة هتطلع، انا مش عايزة يبقى فيه في البتنجان بتاعي اي قشرة سودة خالص نهائيا. فانا طبعا هقشره كله وهنحطه في طبق ونشوف هنعمل ايه. يا بطة يا وزة يا حلوة انت وهي، ما تنسيش تحطي اللايك بتاعي. بقى كده انا ههرسه بالهراسة. انت ليكي اختيار تاني، لو حابة تضربيه في الكبة ضربة خفيفة، انا مش عايزاه يبقى سايح كده، لا انا عايزاه يبقى ماسك نفسه برضو. تمام، بس انا فضلت الهراسة، انا بحب ان انا اهرسه كده بالهراسة زي ما انتوا شايفين. والخطوة دي مهمة، وهي دي اللي بتدي طعم البتنجان طعم كده حلو. وهي معلقة من التوم المدقوق، وطبعا التوم ده فريش، انا بحب التوم الفريش جدا، بحس ان هو افضل من التوم المتخزن، بس طبعا كل واحد على حسب طبعا ما بيحب. انتي بتحبي توم فريش، بتحبيه متخزن، انتي وراحتك. ويلا بينا كده. كان عندي معلقة من الزبادي نزلت بيها برضو على البابا غنوج بتاعنا ده، ونقلب مع بعض كده. تعالي رشي بقى معلقة صغيرة كده من الملح، بس تظبطي طبعا الملح بتاعه علشان يبقى طعمه حلو، لانه لو عادب مش هتقدروا تاكلوه. وكمان هنجيب كده معلقة صغيرة من الخل كده زي ما انت شايفة، نزلناها على البتنجان بتاعنا. وشوية بقى بقدونس كده حلوين طازة كده فريش، بصي الجمال، حاجة كده تحفة بجد. وعصرة ليمون، عصرة ليمون قد ايه؟ ليمونية واحدة هنعصرها كده وننزلها على البابا غنوج بتاعنا. وطبعا هنشيل البذرة اللي وقعت دي، اوعي تسيبي البذر وقع منك، شيليه عشان ما يعملش مرارة. تمام كده. معلقة صغيرة كمان من الفلفل الأسمر، وطبعا بيديله طعم حلو. ومعلقة بقى من الكمون هتفرق معاكي في الطعم خالص، وهتديله طعم في منتهى الجمال. معلقة حلوة كده من الكمون. وكمان هننزل بقى بأحلى حاجة، وهي معلقة الطحينة التحفة اللي بتخلي بقى البتنجان بتاعنا ده ايه، عسل. ادي معلقة الطحينة وشوية الزيت بتوعك، وفي ناس بتفضل تحط زيت زيتون، وده لو متوفر عندك. لو مش متوفر عندك هيبقى الزيت العادي بتاعنا. بننزل كده بمعلقتين من الزيت العادي بتاعنا، ونبتدي ان احنا نقلب البتنجان بقى ده كله كده في قلب بعضه، علشان بيدينا طعم بجد تحفة، وريحته كانت حلوة قوي. بقى خلاص اهو فضينا البابا غنوج في الطبق وتحفة وريحته كانت حلوة جدا. هنجيب بقى قرن فلفل كده نزين بيه الطبق يفتح للولاد نفسهم. عايزة اقولك ان في ناس بتجيب البتنجان دوت وتسلقه، وبعد كده تقشره وتقطعه وتحط عليه توم وخل وزيت وبس وياكلوه. بيبقى برضو حلو جدا، من غير طحينة من غير زبادي من غير اي حاجة. بس الطريقة دي صدقيني طريقة حلوة جدا، وان شاء الله هتعجبكم. حطينا شوية بقدونس كده في النص وحتة فلفلاية. واقول لكم يا رب الفكرة والطريقة تكون عجبتكم، واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.